السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم فيديو جديد وروتين جديد. أنا عايزة كل اللي عنده حاجة يستمتع بيها، كل اللي عنده اللي شوية شمس كده زي اللي عندنا كده يستمتع فيهم. فالنهاردة بقى قررت إن أنا آخد شوية المحشي دول وأطلع بيهم كده على الجنينة واستمتع بشوية الشمس دول ونحشيهم كده. طبعا اللي في الصورة دي مليكة. عايز بصوا كل اللي عندها بنت واحدة تعرف اللي انا هقوله ده. ما بتسيبكيش لا ليل ولا نهار، يعني زي ضلك كده. هي بصوا صحيت من النوم بالبيجامه، يا دوب غسلت وشها وايديها وكده وجت ورايا لقيتني بحشي، فهتسيبني؟ لا طبعا، جت ورايا. هي هتقوم دلوقتي بس يعني هتاخد مرحله كده بعدين تزهق وتقوم وتسيبني. فالنهارده بقى هنعمل شويه محشي، بس بصي هقولك مش هتتعبي فيهم خالص خالص لو جربتي الطريقه بتاعتي دي. ولو جربتيها وطلعت ناجحه تكتبي لي في الكومنتات. الفكرة بقى بتعتمد على ان كل حاجة تبقى جاهزة معاكي، وما تروحيش هنا تجيبي طماطم وتعصري وتروحي بعدين تجيبي خضار، لا كل حاجة. وانتي واقفة على الرخامة تعصري الطماطم وتضربي البصل وحتى الخضرة تقطعيها والحاجات اللي هتحطيها في حلتك مثلا تحت تفرشيها، حتى بهاراتك وملحك وكل حاجة. شفتوا انا عملت اطباق اطباق من وانا واقفة على الرخامة. لا روح كده ولا روح كده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جبت الكرنبتين الحلوين دول، انا جايبه كرنبتين النهارده لان ايه، هودي لجارتي بقى حله يعني. هي لما تعمل محشي ورق عنب تجيب لي، وانا لما اعمل محشي كرنب اودي لها. ف... فانا هعمل لها بقى ان شاء الله حله، واحنا حله كده، وهيبقى الموضوع سهل جدا جدا. طول ما قلتلك على الفكرة دي وتقولي لي في الكومنتات بقى لما جهزتي حاجتك على الرخامة كده كان اسهل عليكي ولا الفكرة؟ بصراحة كان اسهل عليا جدا. جبت بقى شوية المية بعد ما غليوا وحطيت فيهم شوية الملح وشوية الكمون كده، ونزلت كرومبة بعد كرومبة يعني واحدة ورا واحدة كده. الكرنب اليومين دول ما بياخدش سليق، يعني بمجرد ما يعني ما تحطي مثلا دقيقتين تلاتة ايه، ممكن تقلبي وخلاص دقيقتين تلاتة زيهم وتطلعي. فما بياخدش ايه، ما بياخدش وقت خالص. بصوا يا دوبك حطيت وقلبت كده. وعشان الحله كبيره ممكن ما كنتش محتاجه اصلا احطها، يعني احطها على وش واقلب، ممكن كنت احطها كده واغطس كده وخلاص وهيداري. تعالوا بقى كل حاجتي جاهزه من وانا على الرخامه زي ما قلتلك. من وانا على الرخامه ما اتنقلتش، جبت الخلاط ضربت الطماطم وحطيتها في بوله وركنتها، وضربت البصل وبرضو زيه في طبق، وقطعت الخضرة، حتى كمان التومة والفلفل الأخضر ضربتهم في الخلاط. يعني أنا ما اتنقلتش من جنب الخلاط في المكان ده، وجبت الأطباق جنبي وحطيتها، حتى الملح حتى كل حاجة. فحاجتي جاهزة، بس جاهزة تحت ايدي. بصوا بقى انا هاخد واحط بس. حطيت البصل عليه شوية الزيت وشوية بقى كل حاجة، يعني كل حاجة تحت ايدي. مش مثلا اعمل البصل واروح يا عيني اروح المطبخ تاني وادور على حاجات تاني، اعصر الطماطم، وبعد ما اعصر الطماطم ارجع اغسل خضاري وادور على سكينة واقطع الخضرة وبعدين احط. لا كل حاجتك لازم تبقى جاهزة معاكي وعلى طول. يعني حطيت الطماطم اتسبكت معايا، الخضار جاهز حطيت والفلفل والتومة وكل حاجة، وحتى الرز جاهز. يعني الرز ما صورتهوش يعني، بس ايه، يعني اضربي البصلة يعني، حضري البصلة اخر حاجة، يعني حضري الطماطم بتاعتك، حضري التوابل، حضري الخضرة، بعدين الرز، بعدين البصل، واعملي زي ما عملت كده. صدقيني مش هتحسي بالمحشي خالص، كأنه يوم عادي واكل عادي جدا. طول ما حاجتك تحت ايدك متحضرة، يعني انتي محضرة بس وبتحطي، مش زي ما قلتلك اروح لاقصى الشمال في المطبخ اجيب الخلاط واعصر الطماطم، وبعد كده يعني كل شوية اروح عند البوتاجاز اقلب وارجع اعمل حاجة تانية. لا، حاجتك لما تبقى تحت ايدك تبقى الدنيا سهلة جدا. تعالوا بقى زي ما شفتوا في اول الفيديو كده، في الجو كان النهارده حلو قوي. جيت بقى تحت الموزة الحلوة دي قلت تعالي نقعد تحت الموزة يا مليكة. بصراحة يعني العباية اللي انا اخترتها دي والطرحة كأني مش باينة من جوه الزرع. سبحان الله، يعني انا لبست عشوائي كده، وجت بصوا يعني العباية لون الزرع، فكان الوضع انا مش باينة يعني انا جوه الشجر مش باينة خالص.
عايزه اقول لكم الموزه بقى طرحه كده، دي تاني مره ليها تطرح ما شاء الله. الموز ده حلو جدا ونبات يعني، ورقته زينة اكتر ما هو مثلا للانتاج، وما شاء الله هي بقى زينة وكمان انتاج. يعني احنا خدنا منها مرة ان شاء الله، خدنا منها مرة موز. هي بتخلف كده ويبقى تحتها ما شاء الله كتير. وكل ما نقطع يعني، خلاص هي واحدة بتجيب مثلا صباطة موز، وبعدين بعد ما تستوي تاخديها ونقطع الموزة، فيطلع خلفة بقى حواليها كده، وده اللي حصل فيها ما شاء الله يعني. فالموز ده ورقه جميل وورقه للزينة، وكمان يعني زي ما قلت لكم احنا اخدنا منها يعني اخدنا منها مرة موز، ودي ما شاء الله تاني مرة. فانا يعني تايهة بالعباية والطرحة دول. بصراحة كان الجو حلو قوي، يعني انا ما حسيتش باللف ومع ان كانوا حلتين مثلا، هعمل حلتين بس والله ما حسيت. كان الجو حلو، الدنيا شمس. قعدت كده في الارض فرشت لي حاجة وكان برضو من قبلها خفيف خفيف محضرة حاجتي زي ما قلتلك. فالدنيا كانت سهلة وكانت حلوة خالص. وملوكة بقى ساعدتني ما شاء الله، مليكة بتلف المحشي. بصوا هنا بقى اللي كنت بكلمكم عنه شوية كده وهتختفي يعني. زهقت، قلت انا تعبت يا ماما وهقوم بقى، قلت لها قومي بقى. ف خلاص يعني هنا بقى ايه، كنت خلصت يعني خلاص، ما عادش غير حاجات بسيطة في الحلة اهو. عملت الحلة دي خلاص. والحلة التانية بحب اعمل المحشي في الالومنيوم بصراحة يعني. بحسه ايه يعني، لا سواه حلو جدا في الالومنيوم. بس لو عملت النهاردة واحدة يعني حلة تيفال وحلة الومنيوم، ف يعني ماشي الحال كده خلاص يعني. بشطب، عارفين اللي هو بتدور على ورقة كده يعني، دوري بقى دوري على ورقة خلاص وهاتي فيهم الشوية دول. كل بقى ست مصرية تعرف كده آخر شوية دول ايه، اللي هو استخسار بقى يعني هرميهم. لا دوري على ورقتين كده. فاليوم كان حلو، حسيتش ان في محشي. لو عملتي كده زيي، طلعتي البلكونه مثلا فرشتي، طلعتي مثلا عندك اي مكان فرشتي كده وقعدتي، وتكون حاجتك متحضره، فمش هتحسي بالموضوع خالص خالص خالص. ويوم كان جميل جدا جدا. حتى كمان ايه فكرت ايه، لا مش هتحمري بقى، انت هتحطي مثلا انا عامله معاه بط، هتحطيه بقى ايه في الفرن كده وما تحمريش، فتبقى الدنيا سهلة جدا. بصوا خلاص يعني عمالة ده خلاص خلصت الحمد لله. جيت هنا بقى حطيت برضو شوية ملح، انا مملحة الشوربة، بس برضو يعني حطيت كمان شوية ملح صغيرين كده. وهبدأ ازود بقى من الشوربة اللي بتغلي دي على الحلتين، هولع على الحلتين مع بعض وابدأ ازود شوربة. بحب الشوربة بتاعت المحشي يبقى فيها حبهان، قرنفل، عود قرفة خشب، بتدي طعم للمحشي حلو قوي. وبحب كمان يعني مع الكبشة كده اخد حبهان برضو، اخد حاجات من دي وفي وسط الشوربة كده. انا كده زودت الاتنين. بصوا بقى الطبق انا عندي اطباق كده مميزة يعني عاملاهم للمحشي. يعني الطبق كده ايه، هو خلاص يعني هو على وشك انه يبوظ كده، ما انت كل مرة بقى ايه بتحطي لي المحشي، فخلاص علمتهم. ودول بقى وايه يعني نحطهم على اطباق على وش المحشي كده. فالدنيا اتظبطت في وقت يعني في وقت صغير قوي قوي. بصراحة البوتاجاز يعني ما شاء الله عليه. بس خدي بالك لما تعملي محشي او حاجات من كده، ما تغسليش البوتاجاز يعني. بعد ما تعملي المحشي اغسلي بوتاجازك وظبطيه مية مية. وادي كمان طبق، اطبقي بقى المعهودة بتاعتي اللي انا حافظاهم دول، ويبقى كده تمام. وتعالوا بقى يلا بقى بينا المحشي يستوي. وزي ما قلت لكم هحمر البط في الفرن، اديله لون حلو كده. بصوا بقى على الجمال، بصوا بقى شوية المحشي، بقولوا يلا كلوني كلوني ما شاء الله. اعملي زي كده، الدنيا هتبقى سهلة عليكي جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب كده، عشان تبقى عائلتنا اكبر واكبر ونقدر نستمر ان شاء الله. وتحطي لي بقى كومنت حلو كده لو جربتي الفكرة اللي انا قلتها لك وعجبتك. اشوفكم على